كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباح الخير، صباح الهنا، صباح رضا ربنا علينا وجبر الخواطر، صباح معطر بذكر الله. ايه رأيكم بقى؟ النهاردة هنعمل 60 قرصة من القرص الفلاحي بحشوة الجبنة من غير ما ندفع ولا جنيه، ومن غير ما ترهقي ميزانيتك وتنزلي تشتري سمنة بلدي أو تشتري زبدة بلدي. حاجة كده جميلة، وهنعملها من غير ما نكلف نفسنا بالسمنة، وحاجة موجودة عندنا وإن شاء الله تطلع حلوة زي ما انتوا شايفين كده. هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة أنا أتكلم عليها. يلا نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. معايا هنا ايه؟ لقيت عندي في التلاجة علبة كده فيها وش اللبن. انا محوشاه، اللي هو اللبن الحليب لما بنجيبه وبنغليه بنشيل القشطة من على الوش. طبعا بيبقى مثلا عندك كوبايه كوبايتين مش مستاهلين ان انت تضربيهم وتعمليهم زبده، وفي نفس الوقت ولادنا مش بيحبوا القشطه، فنعمل بيهم ايه؟ نتصرف ونعمل بيهم حاجات حلوه كده للفطار ونملى بيوتنا بالخير. والست الشاطره بتدبر نفسها باقل التكاليف. هنا معايا كوبايه ونص، حطيت عليهم نص كوبايه من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. انا متاكده انك انت هتقومي تدوري في التلاجة وهتعمليهم حالا. وهنا كوبايتين من الحليب يكونوا يعني ايه؟ يكونوا سخنين شويه، بحيث ان انا لما ادوب القشطه فيه يدوبوا بسرعه، بحيث ان احنا في الشتاء، يعني احنا دلوقتي في الشتاء، فالحاجه بتبقى ايه؟ ماسكه شويه. زي ما انتوا شايفين كده هدوبهم كويس وهسيبهم لما يهدوا، وبعدين هضيف عليهم معلقه من الخميره. وانا كنت ضفت معلقتين من السكر، بس اللقطه دي تقريبا ما اتصورتش. يعني معلقتين سكر ومعلقه خميره من الخميره الفوريه دي. بس اهم حاجه ما يكونش اللبن سخن، يعني تسيبيه يهدى شويه كده وبعدين تحطي الخميره، عشان لو حطيت الخميره واللبن سخن هتفسد معاكي. هنا انا معايا كمان كيلو من الدقيق بتاع المخبوزات. تقدري تستخدمي جميع الاغراض، مفيش مشكله. الكيلو الدقيق بيبقى حوالي 7 كوبايات، فانا هحط 6 وهسيب كوبايه في الاخر كده لو احتاجتها، على حسب هحتاجها او مش هحتاجها، لان طبعا على حسب الدقيق. في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق لا، فانت تضيفي الدقيق بالتدريج. هنا حطيت معلقه كده ممسوحه صغيره من الملح، وحوالي نص معلقه كده صغيره برضو من البيكنج باودر. ميزة البيكنج باودر مع الخميرة بيحافظ على ان القرصة تحتفظ بالطراوة بتاعتها. يعني الخميرة بتخلي العجين يتضاعف ويخمر وكده، بس البيكنج باودر في المخبوزات بيساعد ان الحاجة تدنها طرية، يعني القرص او العيش الفينو او اي مخبوزات تفضل طرية. هنا كده انا بقلب فلقيت العجينة معايا ايه؟ لسه طرية. يعني هتحتاج الكوباية اللي هي ايه؟ رقم 7 من الدقيق. يبقى هنا الكوبايه ونص من القشطه، عليهم نص كوبايه من الزيت، عليهم كوبايتين من الحليب ومعلقتين من السكر ومعلقه خميره وكيلو دقيق ومعلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. يعني كده انا استخدمت الكيلو الدقيق كله. زي ما انتوا شايفين كده هلمها. هي ما بتاخدش عجن، يعني القرص ما بتاخدش عجن ولا حاجه، يا دوب بتلميها كده باللبن والسمنه وايه وتسيبيها ترتاح لمده نص ساعه. شايفين ما شاء الله اللمعه في ايدي واللمعه في العجينه عامله ازاي؟ يعني وبسمنه بلدي، والله العظيم ريحتها هتقلب لك البيت، وهتحسي كده بالدفى، لان هو الشتاء عايز كده. الشتاء عايز شغل المعجنات كده وتدفي البيت وتملي البيت بالخير. هنا كده بقى هسيبها ترتاح لمده نص ساعه، لان طبعا احنا في الشتاء فلازم تسيبي الحاجه ترتاح شويه. هنا بعد ما ارتاحت معايا نص ساعه هبتدي بقى ايه؟ اقطعها. طبعا حجم القرصة اللي انت عايزاها على حسب انت بتحبيها كبيرة، بتحبيها صغيرة، بتحبيها وسط. بس اهم حاجة مهما كان الحجم اللي انت بتحبيه، خلي بالك ان هي بيتضاعف حجمها بعد ما بتخمر وبعد بعد ما بتستوي. يعني الحجم ده هيتضاعف. فانا بعملها وسط شوية، يعني ولا بعملها صغيرة ولا بعملها كبيرة. وخلي بالك برضو ان الحشوة بتكبر القرصة. يعني انت لما تكوني هتعمليها سادة غير لما تكوني هتعمليها محشية. يعني السادة بتكبريها شوية، المحشية بتحاولي تصغرها شوية، بحيث ان الحشوة اللي انت بتحشيها بتديها حجم اكبر. وزي ما قلتلك تعملي حساب التخمير بتاعها.
هنا انا بقطعها ليه؟ علشان ترتاح معايا شويه، ولما اجي احشيها تاخد معايا ايه الحشوه كده وتتقفل بسرعه وما تفكش مني، ولما اجي ابططها كده واضغط عليها تبقى معايا سهله. هنا بقى معايا ربع كيلو من الجبنه، اللي هي الجبنه التلاجة او الجبنه الدمياطي، او الجبنه احنا في اسكندريه بنقول عليها جبنه ناشفه، او الجبنه البراميلي. بس اهم حاجه ما تكونش ناشفه قوي، تكون انت مجرباها قبل كده يعني واثقه فيها، لان في جبنه بتبقى ناشفه قوي لما بتيجي تستخدميها في المعجنات وتدخل الفرن وتخرج بتلاقيها معاكي خرزت وتفلت كده، بقت عامله زي الاستيك كده. طبعا ده على حسب نوع الجبنه برضو، يعني لو الجبنه معموله من لبن حليب طبيعي ومعموله كويس وانت ضمناها ما بيحصلش فيها اي حاجه، بالعكس بتسيح في القرصه، والقرصه بتاخد طعمها كله. انما لو مش حلوه بتلاقيها مخرزه. وفي نفس الوقت لو استخدمت جبنه طريه، يعني في من الجبنه دي بتبقى الجبنه طريه او دوبل كريم، بتلاقيها خرمت القرصه اللي من السخونيه بتبقى هي طريه اصلا، وبتبقى فيها نسبه سوائل كتير، فبتخرم القرصه وتلاقيها ايه ساحت منك في الفرن كده ومش بتبقى حلوه. فانتي احسن حاجه الجبنه دي حلوه حلوه جدا، بس اهم حاجه زي ما قلت لك تكوني مجرباها قبل كده. زي ما انتوا شايفين كده بتتقفل معايا بكل سهولة، لان انا قطعتها وسبتها يعني كل شوية كده، كل ما تخلصي شوية تقطعي غيرهم، وعشان تساعدك وانت بتحشيها تتحشى معاكي بسرعة وبكل سهولة وتتقفل معاكي، وفي نفس الوقت ما تتفتحش من تحت. واهم حاجة وانت بتقفلي القرصة بالشكل ده كده تخلي القفلة لتحت، يعني وانت بتحطيها في الصاج تخلي القفلة لتحت، متبقاش القفلة لفوق عشان ما تفتحش منك. زي ما انتوا شايفين كده رصيتهم في الصاج، وخليت مسافات كافيه بين القرص، لان هي لما بتختمر في الفرن بتلاقيها لزق، لو المسافه مش قريبه من بعض بتلاقيها ايه لزقت في بعضها ومش هتتحمر كويس من حواليها، لازم تسيبي مسافات كافيه. هنا بقى كنت الفرن مسخناه على 225 او على اعلى درجه حراره عندك، وفي الرف الاوسط بتدخلي ايه الصاج بتاعك. بعد 10 دقايق كده بعد 10 دقايق تلفي الصاج وتشوفي، لو لقيت القرص احمرت من تحت ولعي الشوايه على الهادي خالص وسيبيها لمده 5 دقايق، هتطلع معاكي بالمنظر ده كده وزي الفل. اهم حاجه الفرن يكون درجه حراره عاليه علشان القرصه ما تنشفش منك. ده مش زي الكحك بيحتاج ايه درجه حراره هاديه علشان يبقى ناشف، انما الفرن في المعجنات لازم يكون درجة الحرارة عالية. وزي ما انتوا شايفين كده هي بتتكلم على نفسها. ويلا قوموا اعملوها دلوقتي، دوروا في التلاجة كده هتلاقي عندك علبة فيها وش اللبن اللي انت محوشاه. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.